بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين. إخواني المواطنين، أخواتي المواطنات، معكم الراغب في ترشح السيد بوعشاع الغاني للانتخابات البلدية إن شاء الله. نحن نعلم أيها المواطنين أن السيد رئيس الجمهورية أعطى اهتمام كبير لزوج حوايج في حياته. أعطى اهتمام للمواطن وكرامة المواطن، وأعطى اهتمام للشباب. هذا الشباب اللي أصبح اليوم منسي، وكأنما ما كان الشباب، كاين غير شياب. كاين شباب عندهم مستويات جامعية، عندهم شهادات جامعية، وكاين شباب عندهم شهادات تكوين المهني. داها بقى يتفرج فيها، ما راحش يخدم بها. حياته كاملة هو يقرأ، ونهار اللي يتحصل على الشهادة ما لقاش خدمة. سبحان الله سبحان الله. وبالرغم أن من توصية السيد الرئيس الجمهورية أعطى أولوية كبيرة للشباب وللمواطن، وقال لازم تأكدوا لي على الشباب وتأكدوا لي على كرامة المواطن. لازم الإنسان المواطن يعيش في ضمن وفي في كرامة، والشباب لازم يقوموا به، لأنه هذا هو الشباب تاع المستقبل تاع الجزائر، تعاون عليه الجزائر. إلا أنه هناك كل قرارات السيد رئيس الجمهورية وتاع أعضاء الدولة، تاع أعضاء الحكومة، وكأنما تهزت وترمت في القمام. انت عطتك الدولة كلفتك بمدير شركة في مؤسسة عمومية، ما نحكيوش عن المؤسسات الخاصة. يجيك شاب عنده شهادة جامعية، عنده كفاءة، صعب له الأمور، تقول له لازم عندك اكسبريونس 4 و5 سنين. مين راح يجيبها الاكسبريونس لو كان يقرأ؟ مين راح يجيبها الاكسبريونس؟ تصور شاب دا شهادة تكوين مهني مثلا في كاش لقطة، في كاش حاجة، تروح تقول له لازم عندك على الأقل اكسبريونس عامين. تتمسخر بالناس انت. فهمني كيفاه تمسخروا بالناس. مين راح نجيبها انا الاكسبريونس اني نجيبها من الاندماج في العمل معاكم. صح نغلط خطره ونغلط زوز ونغلط ثلاثه، بصح من بعد راح نولي اطار كفء في الدوله، راح نخدم البلاد. يعني كنت تطرحوا السؤال عن انفسكم، علاه هربت الناس من البلاد؟ قاعد كتهرب وتحرق علاه؟ لانه ملقاش الحاجه اللي يحبها في البلاد. يدي شهاده يبقى يتفرج عليها 20 سنه ولا 21 سنه ولا 22 سنه هو يقرا، في الاخير ما يدير بها والو. وكانما واحد اعطيتيه 200,000 وبعثتيه لفرنسا، قلت له حق لي 200,000 من فرنسا تاع بالدراهم تاع الجزائر، يقضي بها من فرنسا. يا انت تصورها معقوله دي؟ السيد رئيس الجمهوريه قاعد يبذل في اقصى جهد به بالسلطات العليا، قاعدين يبذلوا في اقصى جهد باش يخرجوا الجزائر من الغرقه. وكاين ناس يعني يحب يقول مش محبين يمدوا يد المساعده للسيد رئيس الجمهوريه، ومش محبين يخليوا الشباب يكون هو رمز تحدي وفخر للجزائر، يعني البلاد نتاعنا. احنا عندنا ناس اكفاء الله يبارك، والله عندنا ناس اكفاء. مؤخرا شفت في الفضاء الازرق كما نقولوا احنا فيسبوك، طفله تقرا سنه ثالثه متوسط، خدمه يد الكترونيه دير المساج، خدمتها هي سما راهي عبقريه. عندنا عباقرة رافزه، وخلي الناس اللي خدمت قبلهم. انا يا خوتي نكذبش عليكم، انا انسان صريح ونهضر الصراحه، اللي حبه من حبه وكره من كره. انا المهم راح نكون صافي امام الله، غدوه كي نوقف قدام دين ربي كي حاسبني على وش هدرت. كاين ناس ياسر حابين يحكيو كيما نحب نحكي انا، بصح ما عندهمش الجرأة، خايفين. ما فهمتش انا. احنا ماشي قاعد نطيحوا في الدوله، عكس بلادنا مش نطيح في الدوله، انا قاعد نحكي في الواقع. ربما هذا الواقع اللي قاعد نحكي فيه انا مخفي على سياده رئيس الجمهوريه وعلى اعضاء الدوله، مخفي عليهم، ما عابنهمش، ممكن ما وصلهمش الحقيقه. يروحوا يسقسيهم يقول لهم سيد رئيس انا كدا وانا كدا، وهما ما كاين حد شيء. كذب. انا وقتها عرفت القيمه هذه، كان عندي سنه ثالثه ثانوي، ما حبيتش نترشح خلال الانتخابات، حشمت ما نترشح. انا سنه ثالثه ثانوي ندي بلاصه واحد قاريه ما تجيش، ودرك اني مترشح وحاشم. يبان عديت الساعه والصعوبات، وعقبت شهاده البكالوريا
وانا في عمري 51 سنه وديتها بامتياز، واليوم راني ليسونسي في الحقوق. وما يكفيش هذا برك، انا تشوفوا فيهم العبد البسيط ضارب 21 سنه في الجيش. النهار اللي كانت الناس راقده في ديارها انا كنت في مكافحه الارهاب بصح بلا مزيد. يلا الله يكثر لي خير، لان الجزائر دي تاعنا كل لازم ندافعوا له، لازم نوقفوا يد وحده معاه. كي نهرب انا من المسؤوليه تهرب انت ويهرب الاخر ويهرب الاخر، لمن نخليوها الجزائر؟ اصل الناس كل العيون كل راهي ترقب في الجزائر. لازم نكونوا يد وحده، لازم نكونوا متضامنين يد وحده، مش اللي يحكم منصب يظلي خوه. لازم نعاونوا بعضنا. السؤال ما تروح ليه بني انا وش هي تروح تدي شهاده جامعيه ولا تدي شهاده تكوين مهني وتروح طالب بالعمل في مؤسسه عموميه يقول لك لازم يكون عندك اكسبيريونس 5 سنين ولا 4 سنين. مين نجيبها الاكسبيريونس؟ انا مين نجيبها؟ وقتها قريت، وقتها خدمت، وقتها درت. يعني عراقيل والله عبالك ما فهمتش يعني يديروا كيماك، والله ما فهمتش على يديروا كيماك، يخلوها لابن عمهم كدا. احنا كل جزائريين ومن حقنا ونسالوا في الجزائر دي كامل، نسالوا في الجزائر من ابسط مواطن لاكبر مواطن. السيد رئيس الجمهوريه يبذل في جهد وقاعد يدير في كل ما بيوسعه من قوه باش يحاول يرقي البلاد دي ويخرجها من الصعوبات، وكاين ناس قاعد تدز بالصعوبات. وعلاه المنكر. او لازم نتعاون، لازم نكونوا يد واحده باش على الاقل الناس ما تشوفنا من بعيد ترهب منا. الشعب المتضامن الناس تخاف منه. في الاتحاد قوه، اعرفوها هذه، في الاتحاد قوه. مش اللي يجي يحكي منصب يحوز كلش ليه وينسى الناس. كاين مسكين اللي دا شهاده تكوين مهني حاب يخدم بها على روحه، حاب يتزوج، حاب يعاون دارو، تجي انت تقول له لازم اكسبيريونس 4 سنين. مين راح يجيبها الاكسبيريونس؟ او درك وين دا الشهاده؟ حاول تدمجوا معاك انت وتدخلوا معاك وتنعت له بالعقل حتى يولي ولا ما يولي ان كادر سيبريال. لا عنده كيما نقولوا احنا كفاءه عاليه. كيف بالنسبه للطالب الجامعي اللي دا شهاده؟ كاين ناس عندها دكتوراه درك، والله دكتوراه نعرفهم، لا خدمه لا والو، قاعد في الدار دا دكتوراه ما يتفرج عليها. تصوروا يا خوتي، تصوروا والله كوارث. انا من هذا المنبر يا خوتي نعطي تحيه كبيره للسيد رئيس الجمهوريه، وتحيه كبيره للسيد شنقريحه، وتحيه كبيره لجميع السلطات العليا في البلاد اللي راهي قايمه وبالواجب نتاعها. لكن الناس هنا ما نتهموش كل الناس، لانه كاين ناس نزهه، كاين ناس هنا اللي ما فهمتش واش قاعدين واش حابين واش طالبين. برك فهمونا واش طالبين، والله ما فهمتش. ان شاء الله يا خوتي النداء تاعي يكون وصل، وان شاء الله ربي تكون السلطات نتاعي المعنيه سمعتنا وتتكفل بالشباب كيما راهم برمجين في البرنامج تاعهم الانتخابي. وانا افتخر ان يكون لي رئيس جمهوريه مثل السيد عبد المجيد تبون، وتكون لي اطارات ساميه في الدوله كما الاطارات اللي رانا نشوف فيهم هنا، وبالخصوص وزير العدل ووزير التجاره. ان شاء الله الناس تكون تتكاتف، ومش واحد يضرب كوش والاخر يضرب دروات. ان شاء الله نكونوا يد واحده مسجتين ومضامنين مع الدوله نتاعنا باش نقوموا بالدوله دي ونوصلوها يحب يقول الى اعلى قمه. لان الناس كل الدول الكل راهي حارزه يعني بالجزائر وكم عبالكم بالشهاده. ان شاء الله في الاتحاد قوه، لان كي نكونوا متحدين ومدارين يد واحده مع بعضنا مستحيل، والله مستحيل ان اي دوله نتحداها باش تقدر تهضر مع الجزائر ولا تقدر تطيح من قيمه الجزائر. وتحيا الجزائر والمجد والخلود للشهداء الى الابرار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.